الشيخ انا اقتنعت اه باللبس والحكايه. لبس القسيس القسيس برضو كذلك مم. نفس الموضوع. حضرتك ان قوي في الموضوع. الحمد لله نشكر ربنا. من ده لدور كمال الشاذلي في الحرير اه المخملي، سياسي كان في عصر الرئيس الاسبق حسني مبارك. نعم. كلمني بقى. كنت عملت مشهدين كده صغير او مشهد واحد كمان مع مم. الاستاذ احمد حسن في سباعية او الا انا. تمام. وبعد كده دخل المسلسل بتاع هي المخمل، فرحت له بتاع سلمت عليه وكده، وقال لي ان شاء الله نبيل حاضر هتبقى معانا ان شاء الله. بعدها بفتره بسيطه لقيته باعت لي، والحقيقه كان دور حلو وكذا مشهد حلوين يعني وبتاع. فبعتوا لي فرحت هناك فقالوا لي انت هتعمل دور كذا كذا كذا، دور كمال الشاذلي ايام مبارك. تعرف كان بيتكلم ازاي وعارف هو شخصيته ايه وبيعمل ايه، وقعد يشرح لي الاستاذ احمد حسن هو طبعه ايه وشكله ايه وكده. والحمد لله يعني اعتقد ان انا عملته كويس يعني الحمد لله اشكر ربنا. برضو من الناس المهمة اللي حضرتك اشتغلت معاهم عتبات البهجة ويحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، وليك مشهد مع الشاب الجميل حازم إيهاب. كلمنا عنه، جايبينك ليه؟ ده جه بالصدفه بقى. قولي بقى. المسلسل كان خلاص قرب يخلص، مم. فجاه لقيت الاستاذ صبري السماك بيكلمني بيقول لي يا نبيل في مشهدين ثلاثه ظهروا في الاخر كده لابو ايهاب حازم ايهاب الفنان الجميل الشاب ده، مم. وهم عايزين واحد ممثل يعني. قلت له والله انت ما دام شايف كده انا هجيلك أي. اشكرك يعني ربنا يخليك يعني. فبعت لي برضو تعالى خد الورق، خدت الورق بتاع تصويرك بعد يومين، قلت له ماشي، او بعد يوم بعد يوم كمان. مم. بس الحمد لله. بس بس كان المشهد كان صعب، يعني كان ظلم. هو احاسيس اكتر. يعني انت اتظلمت، اتاخدت كل فلوسك ظلم، وبعدين اتهمت بجريمه انت ما عملتهاش ومحكوم عليك بالاعدام، يعني اسود منقط في كحلي. ايوه وهتوصل لنا الاحساس ده؟ بالظبط كده. كلمنا. بالظبط هم قالوا لي ان انت اساسا كنت راجل غني قوي مم. ومتدلع ومدلع ابنك ده ومعلمه دي بره بيتعلم يعني بره مصر اللي هو حازم ايهاب، وبعد كده انت كل ده بيروح وبتتظلم وبتحكم عليك بالاعدام ومفلس اصلا مش عارف تعمل حاجه لابنك، مم. فعايزين نشوف ده. فقلت له طيب، فالحمد لله عملته ولو في المشهد معاك هتشوفوه. هنشوفه. هو اسود منقط بكحل يا جماعه. هي ملهاش حل تاني. الحمد في لله. السينما برضو مجموعه من الاعمال المهمه اللي حضرتك عملتها، وفي عندنا الماء والخضره والوجه الحسن، اتنين طلعت حرب، والفيلم ده محتاج تركيز قوي. دخلت المجموعه دي ازاي بتنقلاته الزمنيه اللي احنا بنشوف اتنين طلعت حرب على مدار التاريخ اتغير ازاي والناس اتغيرت فيه ازاي؟ السينما دي ابداع تاني خالص خالص وحاجه مم. تانية خالص، وهي بصراحه يعني ذاكره الفن السينما زي ما بيقولوا. صحيح. ومشهد في السينما مش عايز اقول لك احسن من 5 حلقات مسلسل، انا بالنسبه لي كده. انا ما اعرفش. عشان حضرتك من الجيل اللي بتعتبر. فيها متعه في كل حاجه مختلفه عن اي حاجه قولي بقى بصراحه. اختلافها في ده ايه، بقى ده غير متعتها في المسرح، ده ايه؟ مسرح ده ابو الفنون بتاع كل. كان ده حاجه ممثل ده متعه مسرح بقى، وقت المسرح الجامعة. متعته خاصه بيه خالص، انا آه. بتكلم على الدراما عامه يعني. السينما بقى متعتها في ايه؟ متعتها ان انت لما بتشتغل السينما بتحس ان انت ايه واصله لدرجه يعني ايه يعني اقول ايه بيسموها ابداع فني جميل قوي، والناس هتشوفه على شاشه كبيره وهتشوفه البيوت في التلفزيون كتير قوي. فانت وبعدين مدته محدوده ومشاهده محدوده، فانت بتعملي حاجه بتحبيها ونفسك تبقى اكبر 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 اكبر. ف بس فهو طبعا جميل طبعا، انا كنت مبسوط بيهم جدا طبعا لما الاستاذ يوسف نصر الله كان معاه الاستاذ وائل المخرج المنفذ رشحوني في دور في الفيلم. انا الحمد لله كان عندي الاستاذ احمد سبكي عملته، كان صورت 3 ايام معاهم الحمد لله كانوا كويسين جدا. وفي انت طلع في الجزء الاولاني من الفيلم اتنين طلعت حرب، اه الجزء الاولاني منه، لان احنا بنشوف تاريخ العمارة دي وسكانها على ممر العصور لغاية ما نوصل لثورة 2011 بقى وسمير صبري اه والقصة دي. طب فيلم الكبار برضو دور الكوميدي مع خالد الصاوي و الاستاذ عمرو سعد، كلمني عن الاستاذ اخراج الاستاذ مندو احمد، كان اول اخراج الاستاذ مندو محمد اوكي، العدل كان محمد اول اخراج. العدل طبعا. كنت لسه برضه راجع من الكويت في القريب دي، في القريب كان عدى كان فتره بسيطه يعني.
فبرضه لقيت حد بيكلمني بيقول لي بص في كام مشهد برضه في فيلم اسمه الكبار، اخراج الاستاذ مندو العدل، ده اول اخراج ليه. نشوفه ونرجع نتكلم عنه. نشوف. يلا بينا نشوفه. كفايه يا حاج، بس بقى بلاش رخامه عشان السكر